إيه؟ يا لهوي على الصداع. ما خلاص يا جدعان، خلاص يا جدعان، يا جدعان خلاص. واحد يقول لي ايه يا جدعان خلاص، يا خلاص يا جدعان، يا جدعان خلاص عايز ايه؟ اقول لك خلاص بقى. قصة ان علي ماهر مفوت للاهلي دي خلاص يا جدعان. الراجل هيعتزل تدريب يا جدعان، خلاص الموضوع ده. واي حد بيتكلم على ان في مدير فني مفوت لفرقة ده اسمه رخص يا جماعة، ده اسمه افتراء يا جماعة. خلاص الموضوع ده بقى تنح قوي. يا لهوي يا جدعان. انا اول واحد لما بيطلع اي اهلاوي في الاوقات اللي مصطفى فتحي مضيع قدامنا ضربتين جزاء ولا 3 ضربات جزاء، اول واحد بيقول لك عيب. عيب، ده اكل عيش الراجل. عيب، ما تشككش في نوايا الراجل وفي اكل عيشه. انت بتقول ان هو بياكل حرام كده، انت بتقول ان الراجل ده بياكل سحت. طبعا، طبعا، لان انا بقى ده اكل عيشي دلوقتي. فاكل عيشي لازم اديه على اكمل وجه، عشان لو ما اديتوش على اكمل وجه وبمنتهى الضمير هبقى انا كده راجل باكل حرام. عيب يا جدعان، انتوا ما تعرفوش دي معناها ايه والله. انا مع ان مصطفى فتحي مضيع قدامنا 3 ضربات جزاء، 2 حاسمتين وواحده في الماتش تقريبا. يعني اطلع اقول لك ايه؟ خلاص هو مش موفق يبقى ما يشوطش. زي علي ماهر برضه. ما علي ماهر ده احنا كسبانينه يا جدعان في اول الدوري، اول ماتش الجون العالمي اللي جابه محمد شحاته. مش علي ماهر مفوت لنا برضه؟ انا مش فاهم يا جماعه، انتوا ليه بتتعاملوا مع سيراميكا ان سيراميكا دي مثلا ليفربول، او ان سيراميكا دي مثلا استون فيلا؟ في ايه يا جماعه؟ في ايه؟ في ايه؟ خلاص الاهلي كسب سيراميكا 2-1 خلاص، ومضيع في اخر الماتش كورتين بانفرادين عبد القادر، ومضيع في اول الاهلي لعب اول نص ساعه. انا بشوف من افضل الاشواط اللي الاهلي لعبها اول اللي هي اول 30 دقيقه في الشوط الاول. مش ممكن الضغط العالي على دفاع سيراميكا الاهلي عرف يحرم علي ماهر من انه يخرج بالكره اصلا. انت الشوط الاول خارج 1-1 ولكن شوطه واحده جت جون، وخطا واضح وضوح الشمس من ياسين مرعي. لان شوف التلت الاخير للاهلي في الهجمه اللي دخل فيها الجون، فيش ياسين مرعي، اتاخر في الرجوع، كارثه. وتمركز خاطئ من ياسر، وتمركز خاطئ من محمد هاني. الشناوي ما يشيلش فيها حاجه، ما يشيلش فيها حاجه تماما. شوط اول انت بتتفرج على زيزو النهارده، زيزو ولا لعب وينج شمال ولا لعب وينج يمين، بس زيزو عامل اسيست الجون الاول من ناحيه اليمين. ازاي؟ زيزو بيلعب في قلب الملعب، يعني زيزو بيلعب قدام مروان وبيلعب قدام ديانج، لكن عنده حريه كامله في انه في اوقات في عدم تقدم محمد هاني اللي هو الباك يمين بتلاقيه هو اللي مع بن شرقي، وفي عدم تقدم كوكا اللي هو الباك ليفت بتلاقيه هو مع تريزيجيه. لعب دور محوري مهم جدا النهارده في الشوط الاول، شويه ناحيه الشمال شويه ناحيه اليمين، عمل اسيست لتريزيجيه. انا يعني عرضيه صعبه، عرضيه جوده العرضيه صعبه. هو مش شايف، وهو مش مدي وشه، مش متوجه ناحيه يعني في المكان اللي هيعمل فيه الاوفر، ورايحه بالقوه دي وبالارتفاع ده. هي بتقول لاي حد حطني جون. وتريزيجيه كان عنده ذكاء كبير جدا في انه يهرب من الدفاع ويحطها بالشكل ده وبالقوه دي وبالتوجيه ده. فاسيست عالمي ورأسيه متقنه من تريزيجيه. عشان تيجي تشوف الشوط الثاني، ودايما لما بنقول على مروان عطيه انه اتطور الناس تسمع. مروان عطيه اتطور فعلا هجوميا. مروان عطيه ما كانش بيعمل الكلام ده. مروان عطيه دي مش اول مره يعمل القطريه دي، مش اول مره يعمل الكروس ده بالاتقان ده عشان بن شرقي يعمل الاختيار الاصح، انه من لمسه واحده الجراديشار اللي بلمسه واحده صغيره، هي مش مستنيه غير لمسه عشان يحطها. فخلاص الاهلي كسب. ايه المشكله؟ لا، لكن لا، ازاي انت هتتكلم على عيوب دفاعيه، هتتكلم على عيوب التغييرات؟ الكلام ده على اليوتيوب بقى، الكلام ده هنتكلم فيه على اليوتيوب. هنا احنا بنعمل حلقه الرياكت مفيش 3 4 دقائق بالكتير. هتتكلم في كل الامور الفنيه دي على اليوتيوب باذن الله تعالى. مبروك للاهلي وجمهوره. اما نشوف هنعمل ايه قدام بيراميدز. الاهلي ينتظر الفائز من الزمالك وبيراميدز في نهائي كاس السوبر. السلام عليكم.